بصراحة احنا وصلنا لمرحلة تخوف لما يكون المكان اللي المفروض بتدخل علشان ربنا سبحانه وتعالى يتمم شفاك فيه وهو المكان اللي بتتعرض فيه لأبشع أنواع الغدر. يبقى كلنا لازم نقف ونقول هو ايه اللي بيحصل وهل القيامة قربت؟ اللي حصل في مستشفى نبارو المركزي بالدقهلية مش مجرد جريمة، دي كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، هزت القلوب وموتت الضمير. الحكاية بدأت لما مريضة دخلت العناية المركزة بمستشفى نبارو بمحافظة الدقهلية، والست كانت بتسرع المرض تحت تأثير العلاج والتخدير. يعني كانت الست أصلا لا حول ليها ولا قوة، جسد مستني رحمة ربنا. في الوقت دوت كان في ممرض شغال في المستشفى، المفروض اللي هو ملاك من ملائكة الرحمة، يعني مؤتمن على أرواح الناس، لكن للأسف الشيطان كان متمكن منه تماما، والممرض استغل حالة الست وهي للأسف غايبة عن الوعي، واتجردت منه كل مشاعر الإنسانية والرجولة، تعدى عليها جنسيا وهتك عرضها وهي على سرير المستشفى بالعناية المركزة. ولولا ستر وعناية ربنا سبحانه وتعالى كان في ممرضة داخلة تتابع وتباشر شغلها، فشافت الواقع واللي حصل من زميلها الممرض، طبعا ما سكتتش، فضلت تصوت لحد اما المستشفى كلها اتقلبت رأسا على عقب. وبمجرد ما الواقعة انكشفت المستشفى اتقلبت وبقت كلها على رجل. بلغوا الشرطة، ضباط مباحث مركز نبارو جم على الفور القبض على الممرض من داخل المستشفى. تم تحرير محضر بالواقع وعرضه على النيابة العامة علشان تبدأ التحقيقات في الجريمة البشعة دي. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هو احنا دلوقتي بنخاف من الناس المفروض اللي هم يحمونا؟ ازاي مريض يكون موجود في العناية المركزة وما يكونش متأمن ويحصل معاه كل ده؟ دي لازم يكون فيها حكم رادع ودرس لكل حد تسول له نفسه انه يفكر يستغل مهنته او ضعف الناس. طب ايه العقاب اللي هيبرد نار اهل المريضة؟ لان بعد الكارثة دي هتسبب رعب وذعر وخوف لاي اهل مريض ابنه داخل يعمل عملية. ويا ترى بقى بعد الواقعة دي ممكن المرافق يكون مع المريض اللي تابعه اثناء اجراء العملية؟ لان بصراحة كده ما بقاش في امان، والناس ما بقتش تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، تحس اللي كانت موضة قديمة وانتهت.